بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. قد وفق الله عز وجل مصنفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يسر له من معان عظيمة وهدايات مباركة استنبطها واستخرجها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في ذكر الداء والدواء. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. وسبب تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الكتاب هو سؤال سائل مبتلى بذنب عضال ومعصية متجدرة في نفسه، عرف أنها ستكون سببا لهلاكه في دنياه وأخراه، ويريد خلاص نفسه منها ونجاتها، فسأل هذا السؤال الذي أجاب عنه ابن القيم رحمه الله بسخاء وكرم، فأجاب فيه بهذا الكتاب الحافل العظيم. وأحسب والله تعالى أعلم أن نية السائل صادقة، فبارك الله عز وجل في سؤاله هذه البركة العظيمة التي أثمرت كتابا عظيما نفع الله به أمما وخلقا. وهذا يستفاد منه أن المرء ينبغي أن يكون ناصحا لنفسه وإخوانه في هذا الباب، باب السؤال. ولهذا لو نظرت في كتب أهل العلم، بل في كثير منها، تجد أن سبب التأليف لها سؤال مبارك. فالنية الصالحة في السؤال والمقصد الحسن له ثمرة تعود على السائل نفسه وتعود على غيره من المسلمين. وإذا كان سببا في الجواب فله نصيب من الأجر والثواب، والله تبارك وتعالى فضله عظيم وعطاؤه جزيل.
فتسبب سؤال هذا السائل وألمه في عرضه لسؤاله وتحسره على حاله وطمعه في وسيلة الخلاص والنجاة من الداء العضال الذي بلي به ويريد خلاص نفسه منه. فأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الجواب. والمرجو أن أول من انتفع بهذا الجواب هو السائل نفسه، ثم من بعد ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بسؤاله خلقا. وأقول أيضا بهذه المناسبة أن العاصي المبتلى ببعض الذنوب التي أعياه الخلاص منها عليه أن يقترب من أهل العلم ومجالس العلم ويصبر نفسه عليها، وإن أبت نفسه في أول الأمر وتلددت فليلزمها، فإنه إن صبر نفسه على ذلك واقترب من أهل العلم ومجالسهم يسر الله له من أبواب التوفيق وانشراح الصدر والخلاص من الذنوب وأضرارها وأخطارها ما لا يحتسب. والقرب من أهل العلم غنيمة، وسؤالهم عما أشكل نجاة وسلامة. ثم يستفاد أيضا من بسط الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الجواب بهذا البسط الوافي أن صبر العالم على السائلين ورحمته لهم وبهم ولينه معهم ورفقه بهم وتلطفه في جوابهم، كل هذا له مردوده الحسن وثمرته العظيمة في قرب هؤلاء من الخير وبعدهم من الشر. وهذا الكتاب معاشر الكرام محل ثناء عظيم عند أهل العلم، فكثيرا ما يحيلون إليه. ولو تقرأ على سبيل المثال أو تنظر عبر وسائل البحث الحديثة في فتاوى مثلا اللجنة الدائمة وفتاوى ابن باز وفتاوى ابن عثيمين وغير من أهل العلم، تجد إحالات كثيرة جدا لهذا الكتاب، إحالات كثيرة جدا لهذا الكتاب، لأن فيه الدواء النافع والعلاج الشافي لأمراض كثيرة وأدواء متنوعة. ولهذا كل من يشتكي من الذنوب وتتأذى نفسه منها ويريد الخلاص يحال إلى هذا الكتاب المبارك، فإن قرأه بأنات وتأمله بأنات حصل خيرا كثيرا ونفعا عظيما. وقد نقل عنه أهل العلم كثيرا نقولات متنوعات في كتب كثيرة، ولهذا ترى الإحالة عليه في كثير من كتب أهل العلم وشروحات الحديث. ولو طالعت أيضا في الشروحات وكتبت الداء والدواء أو الجواب الكافي ترى نقولات كثيرة عن هذا الكتاب المبارك للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. من ثناء أهل العلم عليه قول ابن الوزير
في كتابه العواصم والقواصم في آخر الكتاب قال: وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وجود الكلام في التخويف الشيخ الإمام الشهير بابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف الجواب الكافي على من سأل عن الدواء الشافي. فمن أراد الشفاء التام في هذا المعنى فعليه بمطالعته لما فيه من تدبر كتاب الله وصحيح السنة النبوية. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التقريب لفقه ابن القيم قال: وفي هذا الكتاب من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم. وقد ذكر الشيخ عبد الظاهر، الكلام للشيخ بكر أبو زيد، يقول: وقد ذكر الشيخ عبد الظاهر أبو السمح في خاتمة الطبعة لهذا الكتاب، يعني التي كانت بعنايته، أنه هو السبب في هداية الله له إلى طريق السلف الصالح وسلوك منهجهم في توحيد الله تعالى وعبادته. وكما قدمت هذا الكتاب هدى الله سبحانه وتعالى به خلقا من أهل خلقا من عباده إلى الهدى والحق والطريق القويم، فهو كتاب عظيم البركة كبير النفع. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علي أن معرفتي بهذا الكتاب قديمة وصلتي به مبكرة، وأعتبرها هذه من النعم العظيمة. فأقول أيها الشاب: من نعمة الله عليك أن يكون هذا الكتاب في يدك في وقت مبكر من عمرك، تقرأه بتأمل وتتأمله بآناء، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيكون له الأثر العظيم عليك في حياتك. ثم معاشر الكرام، إذا تأملنا في واقعنا المعاصر الذي بلا مرية كثرت فيه الفتن وتعددت أبواب الشهوات وانفتحت فيه على الناس من وسائل الفساد وأبواب الفتنة والشر ما لم يكن موجودا في زمان سابق، ولو لم يكن في زماننا إلا هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من بلاء عظيم وشر، وما فيها من فتن، وما فيها من منافذ كثيرة جدا أدخلت كثيرا من الناس في أبواب من الشبهات والمحرمات والمعاصي والآثام، بل أوقعت بعضا في خلل في الاعتقاد والإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، بل حتى وصل ببعض الناس إلى الإلحاد والعياذ بالله، كله من طريق هذه الأجهزة. وهذا الكتاب المبارك في مثل هذا الزمان لمن يوفق لقراءته بأنا يعد حصانة عظيمة وصمام أمان وحافظا وواقيا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح وأؤكد وأشدد على أهمية هذا الكتاب وأهمية قراءته والعناية به قراءة متأنية متأملا. وعندما تقرأ هذا الكتاب قيد فوائده وتأمل في معانيه،
وانقل ما تفيده من إلى إخوانك، فإن الناس بحاجة ماسة إلى مضامين هذا الكتاب. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله جل وعلا الذي يسر لنا هذا المجلس لقراءة هذا الكتاب المبارك للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن ييسر لنا من خلاله البركة العظيمة والنفع الكبير علينا في أنفسنا وأهلينا وإخواننا ومن نحب، وأن يكون مجلسنا هذا باب خير للأمة، باب خير للأمة عظيم في الوقاية من الذنوب. وإذا كنا نتحدث قبل قليل عن شر هذه الأجهزة، فإن أهل الخير يسر لهم من أبواب إيصال الخير للناس من خلال هذه الأجهزة، فهدى الله سبحانه وتعالى خلقا. ولهذا أهل الفضل وطلاب العلم وأهل الخير والناصحون يستغلون هذه الأجهزة في نشر الخير. ولهذا أدعو جميع طلاب العلم وأهل الفضل أن يكون هناك تعاون على نشر مضامين هذا الكتاب المبارك للإمام ابن القيم رحمه الله للناس، بحيث ينتفع به خلق عظيم. وأصحاب اللسان غير العربي ينقلون لقراباتهم وإخوانهم والمسلمين في بلدانهم، وحتى غير المسلمين ينقلون لهم من مضامين هذا الكتاب ما نرجو الله سبحانه وتعالى سائلينه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجري في هذا الخير العظيم والبركة العميمة والنفع الكبير. والفضل بيد الله لا شريك له، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونبدأ مستعينين بالله مستمدين العون والتوفيق منه جل في علاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين رحمكم الله. هذا السؤال الذي بني عليه هذا الكتاب أو كان سببا في تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الكتاب المبارك، وهو أن رجل ابتلي ببلية ولم تسمى هنا، والمراد بالبلية أي معصية عظيمة لله سبحانه وتعالى تجدرت في قلبه وتمكنت من نفسه، وهو يعرف خطورتها عليه وعظم مضرتها، لكنه يريد الخلاص منها فتأبى نفسه أن تتركها، فسأل هذا السؤال طالبا الإعانة بدلالته على ما يكون فيه خلاصه من هذا البلاء. وقال: فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه المعاناة التي أشير إليها في سؤال هذا السائل هي والله معاناة كثير من الناس في زماننا هذا، خاصة الذين ابتلوا من خلال الأجهزة الحديثة بالنظر المحرم إلى الشهوات المحرمة. وهذا الباب انفتح في هذا الزمان انفتاحا لم يكن في زمان قبله،
لم يكن في أي زمان قبله، فأصبحت والعياذ بالله صور العري وممارسة الفواحش وأشياء من هذا القبيل تعرض عرضا قبيحا فاتنا لكثير من الخلق. وأصبح بعض الناس كما يصف نفسه مدمنا لهذا النظر، ويعرف أن هذا النظر لم ينل منه إلا مرض قلبه وشقاء نفسه، ويعرف أنه دمار وهلاك، يعرف ذلك، ويريد الخلاص من ذلك النظر لتزكو نفسه فما استطاع. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى تمام الآية. فتورط كثير من الناس ذكورا وإناثا في هذا النظر، ويعرف أن هذا النظر سم وشر وبلاء وهلاك، ويريد تركه ثم يعود وترجع نفسه. فهذا الجواب الذي هنا للإمام ابن القيم لم يجعله خاصا بسؤال هذا السائل، والمتأمل في الكتاب والسياق وما سيأتي في آخر الكتاب يعرف أن البلية التي كان مصابا بها هذا الرجل هي العشق المحرم، هي العشق المحرم، وأهلكه هذا العشق ويريد الخلاص منه، لكن سكرة هذا العشق أهلكته، وأصبح مع هذا العشق في عمى، يريد خلاصا. فمثل هذا في زماننا كثير، خاصة ما ولدته هذه الأجهزة من شرور عظيمة وفتن للناس وتهييج للشهوات وتحريك للرذائل والمحرمات. فأصبح هذا القول الذي هنا للسائل: فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلا، هذا لسان حال كثير من الناس في زماننا ممن ابتلوا بهذه الأجهزة والمناظر المحرمة والأفلام الوبيئة الدنيئة الخسيسة الحقيرة التي أهلكت كثير من الناس وهيجت في نفوسهم الشهوات المحرمة وصدتهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الخير وعن أبواب الخير وأوردتهم المعاطب. فهذا الكلام الذي هنا في سؤال السائل: فما الحيلة في دفعها ما الطريق إلى كشفها رحم الله من أعان مبتلا على الخلاص منها، ولسان حال كثيرين. ولهذا ينبغي حقيقة أن يكون هناك تعاون كبير جدا وعظيم في نشر هذا الكتاب وبثه في الناس وإشاعته بينهم. وأوصي من آتاه الله سبحانه وتعالى يسارا في المال أن يساهم في طبع هذا الكتاب الطبعات الكثيرة ويترجم إلى لغات ليكون خلاصا من هذه الأدواء المهلكة والشرور المعطبة. وإذا كان أهل الفساد يتعاونون تعاونا كبيرا ويبذلون أموالا طائلة من أجل إخراج أفلام دنيئة تفتن الناس وتثير فيهم الشهوات المحرمة والملذات الباطلة، فلا أن يكون أهل الحق تعاونا في نشر الخير والفضيلة ونصح الناس ودعوتهم إلى الخير من باب أولى وأحرى. فهذه دعوة من خلال هذا المجلس أن يكون هناك تعاون على نشر هذا الكتاب بكل وسيلة وكل طريقة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق من ذلك خيرا كبيرا ونفعا عميما بمنه وفضله، إنه سميع الدعاء. نعم. فكتب الشيخ رضي الله عنه: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. بدء ابن القيم رحمه الله في جوابه هذا السؤال بهذا الحديث العظيم، وذكره رحمه الله لألفاظ لهذا الحديث، هو من حسن البدء وجماله. وأبان من خلال ذكره لهذا الحديث، وقد عرفنا قبل قليل أن السائل أعياه الشفاء من دائه الذي ابتلي به وتمكن منه هذا الداء، حتى ظن في نفسه أنه لا مخلص. فذكر هذا الحديث للمبتلين يا أخوان، ذكر هذا الحديث العظيم للمبتلين بالأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية التي أمراض الشهوات وغيرها، يفتح لجميع هؤلاء باب الأمل والرجاء، ويدفع عنهم أيضا سوء الظن واعتقاد عدم الخلاص. بعض المرضى سواء مرضى الشهوات أو مرضى الأبدان يظن أن دواءه أو أن داءه لا دواء له، وأن مرضه لا علاج له. وأحيانا يحكم على بعض الأمراض طبيا بأن لا علاج لها، وينزل الله له شفاء. وحصل من هذا قصص كثيرة، يعني بعض الأمراض حكم الأطباء بأنها لا علاج لها، ثم ييسر الله للمريض تناول عشبة معينة يدل عليها، أو شربا لماء زمزم ينصح به، أو لجوءا لله بالدعاء والإلحاح والسؤال، فينجلي المرض وينكشف. وفي هذا في واقعنا قصص كثيرة جدا من هذا القبيل. فهذا الحديث مهم أن يبدأ به، مثل ما صنع هذا الإمام المربي الناصح رحمه الله تعالى. فبدأ أول ما بدأ بإيراد هذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، ليس خاصا كما يظن كثير من الناس عندما يقرأ هذا الحديث أنه في أمراض البدن. كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أن هذا الحديث خاص بأمراض البدن، والحق كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا في أمراض البدن وأمراض القلب. أمراض القلب التي هي الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي والآفات. فهذه الأدواء كلها لها أدوية. ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له الشفاء، إلا أنزل الله له الشفاء. وفي الحديث قام، وفي الصحيح قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، قال: ما أنزل الله هذه الليلة من
الفتن وماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، ذكر الداء والدواء. ويأتي هذا كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، يذكر الداء والدواء. ولهذا قال قتادة رحمه الله: إن هذا القرآن فيه ذكر دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم الاستغفار. فالحاصل أن بدء ابن القيم رحمه الله بهذا الحديث من أحسن البدء وأجمله. لماذا؟ لأنه عندما يسمعه المرء وقد استولى عليه اليأس وعظم عنده الخطب وظن أنه لا خلاص، فيقال له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله له شفاء. فهذا يبعث في قلب المرء النشاط والحركة في بذل الأسباب وزوال القنوط واليأس عن نفسه وقوة الطمع والرجاء في الشفاء. فهذا الحديث له أثر عظيم، ولهذا البدء به من حسن البدء وجماله. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. إذا أصيب دواء الداء برئ أي المريض من الداء أو المرض الذي أصابه. وأيضا حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله، أن كلام الناس في الطب سواء طب القلوب أو طب الأبدان قد يكون بعلم وقد يكون بجهل، قد يكون بعلم وقد يكون بجهل. وكم ورط من تطبب في الناس بجهل خلقا في أسقام وأمراض، فتسبب في تطببه بوقوع المريض بأمراض أشد مما كان فيه. ومثله قل من يتكلم في أمور الدين معلما وموجها ومرشدا بلا علم يورط السائلين ورطات عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده. فالأمر غاية في الخطورة. فمداواة الأمراض البدنية أو مداواة أمراض القلوب ينبغي أن يكون بعلم، ومن كان لا علم عنده فإنه يسعه السكوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. نعم، هذه جملة جديدة سيستدل لها ابن القيم متممة للمعنى الذي سبق تقريره، أن الحديث يعم أدواء القلوب والروح والبدن وأدويتها. نعم. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأله أصحابه فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. نعم، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث العظيم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، أي كيف يفتون بغير علم، كيف يفتون بغير علم، وترتب على جوابهم لهذا السائل بغير علم موت السائل. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. وهنا ننتبه، إذا كان مثل هذا إذا كان مثل هذا وقع في الزمن الأول زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ ولهذا ما أعظم ما يقع مثل هذا وأشد منه وقريبا منه في فتاوى كثيرة تنتشر انتشار النار في الهشيم من خلال الأجهزة الآن الحديثة، وهي قائمة على الضلال والباطل وإيقاع الناس في الإثم والحرام، وإيقاع الناس في الإثم والحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. إذا كان الإنسان عنده عي، عنده جهل، شفاء الجهل السؤال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهل، وهذا موطن الشاهد، أن الجهل داء مرض، أن الجهل داء، وأن دواء الجهل هو السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجهل داء ودواءه السؤال، دواءه العلم والبحث وسؤال أهل العلم. ولهذا قال ابن القيم: فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في الآية المتقدمة: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله: قد أخبر سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء، وهذا جاء في آيات وفي مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. أخبر أنه شفاء، والشفاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى في القرآن كما أنه شفاء للقلوب من أسقامها، أي أسقام الشبهات وأسقام الشهوات، فإنه أيضا في الوقت نفسه شفاء للأبدان من أمراضها. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن بركة عظيمة وشفاء عظيما وخلاصا من الأدواء والأمراض. لكن الشأن، كل الشأن في طريقة الاستشفاء بالقرآن. كيف يكون الاستشفاء بالقرآن الكريم؟ وهذا ما سيبينه ابن القيم رحمه الله بيانا شافيا نافعا يذكر فيه فوائد عظيمة جدا. فكيف يستشفي المرء بالقرآن؟ القرآن شفاء من كل داء، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان والأمراض المتنوعات. لكن كيف يكون هذا التداوي بالقرآن والاستشفاء به؟ وسيأتي عنده رحمه الله بيان نافع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال:
انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء. فقال بعضهم لبعض: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. نعم. ذكر رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في قصة النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين مروا بقوم وطلبوا أن يضيفوهم فأبوا، ثم لدغ سيد القوم، ثم لحقوا بهؤلاء النفر من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكروا لهم أن سيدهم لدغ وأنهم سعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فأتوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم إن كان عندهم شيء، فقال بعضهم: نعم، والله إني لراق، أرقي، والله إني لأرقي، ولكن لقد استضفناكم فلم تضيفونا. الحاصل أنه رقاه بالفاتحة فقط، فقام كأنما نشط من عقال وما به قلبة، يعني ما يشتكي من شيء. فانظر الشفاء العاجل من هذا الدواء الذي قد يفضي سريان سم ذوات السموم إلى أن يموت الإنسان، إلى أن يموت، يسري السم إلى أن يصل القلب وقد يموت الإنسان بسببه. فقام كأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال، فرقاه بفاتحة الكتاب فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية. وهذا فيه أن الرقية بالفاتحة من أعظم ما يكون في باب الاستشفاء للأمراض المتنوعة، ولهذا تسمى الشافية أو الشفاء أخذا من هذا الحديث العظيم. نعم. يقول رحمة الله عليه: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها أثرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. هذه تجربة تذكر للاستئناس، وإلا فإن ما سبق في ذكر الحديث وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده لذلك وإخباره بأنها رقية، هذا كله كافي في تقرير هذا الأمر. لكن عادة أهل العلم أن يذكروا مثل هذا للاستئناس بمثل هذه الحكايات والأخبار. فابن القيم يذكر تجربة له رحمه الله تعالى،
وأنه مكث في مكة تصيب بعض الأمراض لا يجد طبيبا ولا يجد علاجا، فكان لا يداوي نفسه إلا بالفاتحة ويرى لها أثرا عجيبا، ويصف هذا العلاج أي الرقية بالفاتحة يصفها لكثيرين ويجدون لذلك فائدة، وذكر أن كثيرا منهم برئ سريعا. هنا لفتة حقيقة يشار إليها، يأتي كثير من الزوار ويبحثون عن رقات، وهذا كثير، وهل تعرف راقي، هل تدلني على راقي، ربما أتوا إلى بعض الأشخاص قالوا هل أنت راقي. فالطريقة التي عليها ابن القيم رحمه الله وهي طريقة مباركة عظيمة، يرشد المريض إلى أن يرقي نفسه. أذكر أحد السلف أظنه مطرف بن عبد الله بن الشخير عاد مريضا، فقال المريض له ادع لي، فقال له مطرف ادع لنفسك فإن دعوتك دعوة مضطر، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دعوة المعاني للمرض المتألم من الذي في شدته ليس كدعوة شخص لا يحس بما يحسه المريض من ألم ومعاناة، فدعوة المريض لنفسه دعوة مضطر، فأولى من أن تقول نعم أنا سأدعو لك وإلى آخره، قل له ادعو لنفسك وحثه على ذلك، وفي ظاهر الغيب ادعو لأخيك، لا تترك ذلك، ادعو له، لكن لا يعلق المرضى بالأشخاص ولا يربطون بهم، حثه على أن يرقي نفسه وأن يدعو لنفسه. ولهذا هؤلاء لما كانوا يسألون ابن القيم رحمه الله كان يرشدهم إلى أن يرقي الواحد منهم نفسه بالفاتحة، فيجدون لها فائدة عظيمة، وكثير منهم يبرأ سريعا. يقول فكنت أصف ذلك لمن يشتكي، ما قال فكنت أرقيهم بالفاتحة، يقول كنت أصف ذلك لمن يشتكي. هذه طريقة أهل العلم. الآن جلس بعض الناس وفتحوا عيادات والناس يتقاطرون عليهم من كل مكان، وأصبحت أبواب فتن هذه وشر ترتب على بعضها بل كثير منها مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. ولم يعرف هذا عن أحد من السلف أنه يجلس في مكان ليس له عمل إلا الناس يتقاطرون عليه ويرقيهم، هذا لا يعرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا،
فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. هذا كلام للإمام القيم وتقرير نافع جدا في هذا الباب، لما ذكر الاستشفاء بالفاتحة وعظم نفعه. قد يقول بعض الناس إنه رقى نفسه بالفاتحة أو رقي بها وأيضا بغيرها فلم يحصل شفاء. وبعض الناس وللأسف عندما يعرض عليه الرقية بالفاتحة يقول نجرب. الذي يقول نجرب هذا ما عنده يقين، الذي يقول نجرب ما عنده يقين. والشفاء مع اليقين، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولهذا نبه ابن القيم رحمه الله أن الانتفاع بهذه الأدوية النافعة التي هي الآيات من القرآن والأذكار الماثورة والأدعية النافعة، أن ذلك يستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. أما هي في نفسها فهي شفاء قطعا ويقينا، لكن إن تخلف الشفاء فهذا يرجع إلى هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. والدواء في نفسه نافع وشفاء قطعا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة قال: وما أدراك أنها رقية. والقرآن وصفه الله بأنه شفاء، كله شفاء. فإذا تخلف الأثر، تخلفت العافية، تخلف حصول الانتفاع، فهذا ليس عائدا إلى الآيات والأذكار والأدعية، فهي نافعة قطعا، لكن إما في المحل غير قابل، أو في من رقى نفس الراقي أيضا فيه ضعف، بمنزلة الذي يرمي السهم بيد رخوة فيكون ضعيفا، فيحتاج إلى قوة اليقين، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. والمريض نفسه يكون عنده قوة الرجاء وقوة اليقين وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. ويشترط أيضا
انتفاء المانع، وهذا باب بينها العلماء وسيأتي له بعض التفاصيل عند ابن القيم، وهو مراعاة شروط الدعاء وآداب الأذكار حتى تحقق النفع المرجو والفائدة المؤملة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فهذا دواء نافع مزيل للداء، لكن غفلة القلب عن الله تبطله، ومثل ذلك أكل الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. فالحاصل أن الدعاء يحتاج كما في أثر أبي ذر إلى البر، يحتاج إلى البر، فإذا وجد البر مع الدعاء نفع النفع العظيم والفائدة الكبيرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.